ممثلين زمان كان كل واحد وله اللقب بتاعه المتميز والمتخصص فيه. وفيديو النهاردة هنتعرف على ألقاب الفنانين وقصصهم وحكاياتهم. سعاد حسني السندريلا. لقد اشتهرت به سعاد حسني وبات علامة مسجلة باسمها، وقد أطلق الناس عليها لقب سندريلا الشاشة العربية لأنها مثل بطلة تلك القصة الخرافية. وهي مثل سندريلا جاءت من عائلة متوسطة الحال، لكنها ارتفعت إلى ما تستحقه من علاء دون أن تفقد تلقائيتها وخفة ظلها. الفنان فؤاد المهندس. كان النجم فؤاد المهندس صاحب لقب الأستاذ الذي حرص الجميع على مناداته بهذا الاسم. الفنانة ماجدة الصباحي، فقد أطلقوا عليها في البداية عذراء الشاشة قبل زواجها من إيهاب نافع، وبعد ذلك أطلقوا عليها كوكب السينما العربية، إلى أن ماجدة لم تتمسك كثيرا باللقب. الفنانة شادية اشتهرت في الخمسينيات باسم الدلوعة وصوت مصر لأنها غنت كثيرا لبلدها. الفنانة مريم فخر الدين لقبت بحسناء الشاشة من قبل الإعلام المصري، وذلك لرقتها. الفنان محمود المليجي. تميز الفنان محمود المليجي بأدوار الشر التي أجادها بشكل بارع، وأطلق عليه الفنانون العرب لقب أنتوني كوين الشرق، وذلك بعد أن شاهدوه يؤدي نفس الدور الذي أداها أنتوني كوين في النسخة الأجنبية من فيلم القادسية بنفس الإتقان بل وأفضل. الفنان نجيب الريحاني. وقد حصل الفنان نجيب الريحاني على لقب زعيم المسرح الفكاهي. الفنان إسماعيل ياسين صاحب أشهر ضحكة في السينما المصرية، سخر من ملامحه فأصبح النجم الأول للكوميديا، عاش طفولة بائسة جعلته الضاحك الباكي. الفنان أحمد رمزي لقب بالفتى الشقي، اشتهر بأدوار الشاب الوسيم الشقي خفيف الظل في العديد من الأفلام الناجحة والبارزة في تاريخ السينما المصرية. الفنان عماد حمدي أطلق عليه لقب فتى الشاشة الأول، فقام ببطولة العديد من الأفلام الهامة في السينما المصرية، منها خان الخليلي وميرامار وصرصرة فوق النيل لنجيب محفوظ. الفنانة ماري منيب. وقد حصلت الفنانة ماري منيب على لقب أشهر حما في السينما المصرية، لأنها تخصصت في دور الحما النكدية التي لا تدخر جهدا في الواقعية بين ابنتها وزوجها وابنها وزوجته، وقدمت الشخصية في أكثر من فيلم سينمائي، منها حماتي قنبلة ذرية وحماتي ملاك والحموات الفاتنات، ولعلها كانت أكثر خفة دم ولا تستطيع أبدا أن تكرهها. نشكركم على حسن المتابعة، استنوني في فيديو جديد على قناة مشوار العمر. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زرار الجرس عشان دايما يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.